يأتي العيد، الناس تستعد للعشر الأواخر استقبال العيد. طبعا العيد نحن كنا بنصلي في صلاة العيد في وادي، وفي بعد منهم يصلوا في مساجد، لكن معظم في الوادي. وأهل مدينة مصوع المدينة بيصلوا كانوا صلاة العيد في مسجد الصحابة. نعم، ولا زال موجود مسجد الصحابة قبل 1400 سنة، معلم من معالم الإسلام، مشهد من مشاهد الإسلام. الناس تصلي في الوادي، والناس إذا هي في داخل مدينة مصوع. بعدين الحاجة الكويسة الحلوة، يعني إذا أنت قريب لبيت والدك تجي عند والدك وتطلع مع والدك لصلاة العيد، أنت وإخوانك وأولادك. نعم، يعني هذا يعني حاجة كانت جميلة جدا. الكل يجي على والده على عمه، وكمجموعة يطلعوا أسر 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 أسر. نعم، طبعا في العيد بالذات عيد الفطر يعني ما بتفطر إلا بعد الصلاة. كانوا بيعطونا تمرة ونمشي مع آبائنا وأخواننا وأعمامنا صلاة العيد. بعد الرجوع من صلاة العيد يكون الإفطار، والفطور معروف في أيام العيد. اليوم الأول للعيد في كشكش نسميه، هو من برغل هو يعني قمح، هو يسووه ويصبوا عليه سمن وسكر، حاجة لذيذ كذا، حاجة جميل جدا. وبجانبها يعني شعرية مقلية، الشعرية. وإذا توسعوا يعملوا أيضا لقمة القاضي ومعها شاهي. هذا الإفطار كان يتكون من 3 أشياء، وما اللي يتوفر بعدهم من شيئين، شيء واحد أو 3، يعني حسب الإمكانية وحسب الاستطاعة. نعم. وطبعا تلبس كسوتك كسوة العيد. وفي أيام الأعياد طبعا تزور آبائك، أعمامك، أخوالك يعني خيلانك، أخوانك. الزيارات لأهل الصلاح، الناس تزور أهل الصلاح. بعد من الناس يزوروا، يمشي إمبيرمي بيزوروا أسرة الشيخ حامد بن نافع، هذه الأسرة الكريمة التي نشرت الإسلام في ربوع إريتريا من أقصاها إلى أقصاها. هؤلاء الأشراف حفظهم الله، يزوروا كبار البلد وأعيان البلد. أي نعم، الناس تمشي إلى حرقيقو. كان هناك والدنا الشيخ صالح حسن نايب رحمه الله، يزوروا، بل بيفطروا أيضا. أي نعم، في ناس تأتي بتفطر. أي نعم، هذا كله تلاحم يورث المحبة والأخوة والألفة. هذا يعني من فطرة أولا، ثم يعني الإسلام راسخ في قلوب هؤلاء الناس، التعاليم الإسلامية. فهذه هي مصوع، وهذا هو رمضان في مدينة مصوع. حفظ الله مصوع وأهلها، وحفظكم جميعا، وجزى الله إخواننا في قناة المنارة
خير الجزاء. صلوا على بعض السلام مصطفى وما في حمده للبيت أجمعين لا قد نسبح فرحة يا فتى صلوا عليه ومن يخالف حسبه من أباه صلوا على مدين بالصبا صلوا عليه وهكذا حتى اليوم النبا صلوا عليه